دكتور محمد، يمكن هنا تم طرح المواد العضوية. تمام. كنا زمان يمكن صورنا ده في برامج كتيرة، استخدام المخلفات في غاز او البيوجاز وكسمات عضوي، لكن بيبقى له نوع معين من الكمر او التجهيزات اللي ممكن مش كل الناس ممكن تقدر عليها. عايزه قبل ما استعرض يعني ايه دوده الارض استخدم او اتكلم عن كل البدائل القديمه اللي تم استخدامها عشان نقدر نميز الجديد ده هيدينا ايه. ابتدت مصر فتره من الفترات كنا بنتكلم عن حكايه البيوجاز واستخدامه في انتاج الطاقه، وابتدينا نستعين بالنموذج الهندي والنموذج الصيني، لان في نموذجين مشهورين على مستوى العالم في حكايه انتاج البيوجاز، وابتدينا نشتغل على الموضوع دوت. لكن للاسف الشديد بعد فتره ابتدت العمليه، ما نعرفش ايه الاسباب بالظبط، لكن ابتدت العمليه تتوقف. بالظبط. ما اتبناش ما عرفناش تقييمها، هل هي لها جدوى انها تستمر ولا ليه توقفت؟ على مستوى العالم مستمره، على مستوى العالم شغاله، اللي هي البيوجاز. البيوجاز معانا احنا لا، مش معانا احنا، مش هقول معانا احنا، لكن فجاه النشاط قل. احنا دايما نبتدي الحاجه ونبقى مبسوطين وعندنا حماس وعندنا منتهى الهمه، وفجاه خلاص خلصنا الحماس والهمه. المواطن بكل سرور وبكل حب ومفيش عنده مشاكل، لازم نعترف بكل المشاكل بتاعتنا عشان نعرف طريقه حلها. اساليب الفصل بتاعت القمامه واساليب تدوير القمامه الدوله حاولت عده مرات، لكن بردك الاستجابه بتاعت المواطن، مش هرمي المشكله كلها على المواطن، لكن حتى السياسه، هتكلم عن السياسه العامه في عمليه تدوير القمامه، مش سياسه جيده حتى تلك اللحظه، مش مبنيه على خطه علميه مظبوطه حتى تلك اللحظه. ابتدينا دلوقتي نشتكي انتشار قطط، انتشار كلاب، انتشار حيوانات، انتشار حشرات، عمالين نرش كميه مبيدات عشان الحشرات والقوارض وكل الكلام دوت. احنا للاسف الشديد اللي بنعمل كده في نفسنا. في سياسات معروفه على مستوى العالم في حكايه تدوير المخلفات، سواء المخلفات العضويه او المخلفات الصلبه. حتى تلك اللحظه الخطوات غير جاده بالشكل الكافي عشان نواجه بيها المشكله اللي احنا فيها. البيوجاز ده احد الوسائل اللي نقدر نشتغل فيها في المخلفات العضويه، لكن في وسائل كثيره كمان متعدده ان احنا نقدر نعمل تدوير جيد للمخلفات في مصر. لما ابتدينا في حكايه دوده الارض هو ده كان الهدف، عمليه الفصل من المنبع من كل شقه. اللي فكرنا فيه يبقى الشارع لونه اخضر واسطح البيوت تبقى لونها اخضر.